السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وفي احسن حال. في فيديو النهاردة هنعمل وصفة من اسهل والذ وصفات الدونتس المخبوزة، والنتيجة زي ما انتوا شايفين كده. حرفيا نتيجة وهمية. الدونتس بتاعنا خفيف جدا وهش جدا، كأنكم كده ماسكين هوا بالظبط. يعني شايفين كمان هنفتح كده الدونتس، شوفوا معايا العجينة من جوه شكلها عامل ازاي. صراحة الوصفة دي هتغير رأيكم 100% في الدونتس المخبوز. بعد كده هتعتمدوا الوصفة دي وصدقوني هيطلع أحلى بكتير كمان من الدونتس المقلي. كمان خفيف جدا بدون ولا نقطة زيت. الوصفة كمان سهلة، الطريقة مفيش أسهل من كده، والمكونات كلها موجودة في البيت. حبيت النهاردة أبسط الوصفة على قد ما أقدر وأبسط كمان مكوناتها. كمان هقول لكم كل الأسرار للتسوية، واللون إزاي يطلع معانا باللون التحفة ده، والتسوية بتاعته تكون مظبوطة جدا. تعالوا نبدأ الفيديو على طول ونشوف المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه. طبعا هسيب لكم المقادير بالجرامات وبالكوبايات في صندوق الوصف. اول حاجة هيكون معانا كوباية وربع من الحليب الدافي، هحط عليهم نص كوباية من السكر، كمان معلقتين كبار من الخميرة الفورية، واربع معالق كبار من الزبدة السايحة، وكمان بيضتين، والبيض يكون بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هضيف حوالي معلقة صغيرة من الفانيليا، تقدروا تستعملوا فانيليا باودر لو الفانيليا السايلة مش متوفرة. بعد كده كمان هضيف كوبايتين من الدقيق، وطبعا الدقيق بتاعنا منخول كويس، وكمان انا هنا استعملت الدقيق متعدد الاستعمالات. هقلب بقى كده كل المكونات دي كده مع بعض. بعد كده هغطيها وهسيبها حوالي 10 دقايق. ودلوقتي هحضر باقي المكونات. هيكون معايا 3 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم نص معلقة صغيرة من الملح وقلبتهم كويس. ودلوقتي هضيفهم على باقي المكونات اللي عملناها مع بعض، وهقلبهم بالشكل ده كده علشان لما اشغل العجان الدقيق بتاعنا ما يبهدلش الدنيا. هشغل العجان في الاول على سرعة هادية لحد ما العجينة بتاعتي تتلم. بعد كده هعلي السرعة وهسيبها تتعجن كويس جدا لحد ما تتكون معايا عجينة ناعمة. العجينة بتاعتنا بتكون طرية ناعمة زي ما انتوا شايفين كده، وفي نفس الوقت مش بتلزق. انا كده كل كمية الدقيق اللي استعملتها كانت 5 كوبايات، استعملنا 2 في المرحلة الاولى وباقي الكمية ل3 كوبايات في المرحلة التانية. وبكده طلعت معايا قوامها مظبوط جدا. لو حسيتوا العجينة بتلزق معاكم شوية تقدروا تضيفوا شوية صغيرين من الدقيق عشان بتفرق من نوع للتاني. بعد كده باخد العجينة في بولة وبغطيها بالشكل ده، وبسيبها تخمر في مكان دافي، بتاخد حوالي 45 دقيقة. والعجينة هنا اخدت وقت اطول شوية في التخمير عشان فيها زبدة. طبعًا أنا نسيت أقول لكم إنكم تقدروا تستعملوا بديل للزبدة، ممكن تستعملوا أي زيت نباتي موجود عندكم. أهم حاجة إن الزيت يكون نوعه كويس، ما يكونش ليه ريحة عشان ما يأثّرش على النتيجة النهائية بتاعة الدونتس بتاعنا. بعد كده هناخد بقى العجينة بالشكل ده كده نفردها، وطبعًا إحنا هنا بنفرد العجينة لسمك متوسط، وزي ما أنتم شايفين كده العجينة بتتفرد معانا بمنتهى السهولة. العجينة تحفة جدًا. هافردها كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هابتدي أقطّعها. التقطيع هنا ممكن نستخدم بقى أي قطّاعة مدوّرة عندنا، أو ممكن تستعملوا لو القطّاعة دي مش متوفّرة ممكن تستعملوا أي كوباية مدوّرة. أهم حاجة واحنا بنقطّع الدونتس إننا نضغط على القطّاعة كده جامد عشان أضمن إن العجينة فصلت، ولمّا آجي بعد كده أشيل الزيادات يبقى سهل معايا إن العجينة تطلع بشكل مضبوط. وطبعًا ده الشكل الإيطالي للدونتس. لو حابين تعملوه على الشكل الأمريكي تقدروا تعملوه فتحة في النُص بأي غطا إزازة كده صغير عندكم. وطبعًا بعد ما بنخلّص تقطيع كده بنشيل بقى الزيادة دي، بنعجنها كده مرّة تانية، وبعد كده باغطّيها وباسيبها تريّح تاني 10 دقايق عشان أقدر أفردها مرّة تانية. هابتدي آخد الدونتس بتاعي كده بالراحة دلوقتي أحطه على الصاج الخاص بالخبز. وطبعًا هنا نستعمل صاج يكون تقيل عشان الدونتس بتاعنا ما يتحرقش وهو في الفرن، يعني عشان ياخد تسوية مضبوطة، وفي نفس الوقت ما يتحرقش مننا. لازم الصاج اللي نستعمله يكون صاج تقيل مش خفيف، ويُفضّل إن هو يكون من الألومنيوم. طبعًا إحنا عارفين الألومنيوم بيوزّع الحرارة بشكل منتظم، بيدّينا أحلى تسوية في الفرن. أنا هنا حطيت كده على الصاج مفرش سيليكون خاص بالخبز. طبعًا ده لو مش متوفر ما فيش أي مشكلة، تقدروا تدهنوا الصاج بالزيت أو تستعملوا ورق الخبز أو ورق الزبدة. بعد كده بنغطي الصاج وبنسيبه يخمر مرة تانية، بياخد حوالي نص ساعة عشان يخمر معانا مرة تانية. ده الصاج التاني. أنا حطيت كده ورق زبدة زي ما قلت لكم، دهنت ورق الزبدة بسيط جدًا بالزيت. بعد كده برضه هاغطيه وهاسيبه هو كمان كده يخمر. ده شكله كده بعد ما خمر بعد نص ساعة زي ما قلت لكم. بندخله بقى فرن. الفرن بيكون متسخن كويس على درجة حرارة 200. بنحطه في الرف اللي في النص،
ولحد ما يستوي الدوناتس بتاعنا هنبتدي دلوقتي نحضّر الخليط اللي هنغطيه بيه أول ما يطلع معانا من الفرن. هاخد كده كوباية من السكر، هاحط عليها معلقة كبيرة من القرفة، طبعًا تقدروا تزودوا أو تقللوا كمية القرفة حسب ذوقكم. ده شكل الدوناتس بعد ما طلع معانا من الفرن، أخد بالضبط 20 دقيقة عشان يطلع معانا باللون التحفة ده. أخد اللون ده من غير ما أولّع شواية ولا أي حاجة، ما شاء الله اللون بتاعه تحفة. طبعًا اللي بيساعد الدونات بتاعنا إن هو ياخد اللون التحفة ده إننا حاطين سكر في العجينة وكمان بيض. دلوقتي كده هابتدي آخد الدونات وأدهنه كده بشوية من الزبدة السايحة عشان أقدر أحطه جوه السكر ده ويبتدي يلزق فيه شوية. هاقلبه بقى كده جوه السكر بالشكل ده. وطبعًا لو حابين تزينوا بقى الدوناتس بأي حاجة تانية، شوكولاتة، أي حاجة، ممكن طبعًا تعملوا ده حسب ذوقكم. أنا حبيت بس النهارده إن أنا أخلّي الوصفة قد ما أقدر تكون بسيطة، وتكون المكونات بتاعتها سهلة، عشان تقدروا تنفذوها على طول. طبعًا يا ريت إنكم لمّا تنفذوها تقولوا لي رأيكم فيها إيه. طبعًا هاستنى رأيكم في التعليقات، وأتمنى أشوف تطبيقاتكم للوصفة. زي ما أنتم شايفين كده بقى هاعمل كل الدوناتس بتاعي بالخليط بتاع التغطية ده زي ما قُلت لكم. وهاسيبه بعد كده بس يبرد شوية عشان نقدر نحشيه. طبعًا تقدروا تستعملوا كمان في الحشو أي حاجة تحبوها. يعني أنا هنا استعملت مربى الفراولة، وطبعًا بنستعمل مربى تكون كريمي ما فيهاش قطع، وباقلّبها كده بالشكل ده علشان أتأكد إنها يعني ناعمة وهيبقى سهل إنها تخرج معايا من الكيس. بعد كده بابتدي أعمل فتحة في الدوناتس بالشكل ده كده، بأي حاجة رفيّعة عندكم، ممكن سكينة رفيّعة، ممكن أي حاجة يعني نعمل بيها فتحة بالشكل ده. وزي ما قُلت لكم كمان تقدروا تستعملوا في الحشو أي حاجة تانية، ممكن تستعملوا نوتيلا، ممكن كمان تستعملوا الكاستر، يعني زي ما أنتم عايزين. بابتدي بقى دلوقتي من الفتحة دي أحط كده القمع بتاعي، وباضخ المربى جوّه الدونت لحد ما بيتقل معانا. وده كده كان الشكل النهائي للدوناتس بتاعنا النهارده. مش قادرة اوصف لكم الريحة والطعم والجمال رغم البساطة في الوصفة، بس فعلا الوصفة حلوة قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها، بجد هتعجبكم جدا. الدوناتس بتاعنا هش وخفيف جدا، شايفين انا بمسك الدوناتس كأني بالظبط ماسكة هوا، خفيف جدا. كمان العجينة زي ما انتوا شايفين كده هشة وطرية وقطنية، وفي نفس الوقت طعمها غني رغم بساطة المكونات كمان، إلا إن هي فعلا حلوة قوي. كمان الطريقة حبيت أبسطها لكم ما يبقاش فيها أي تعقيد. يا ريت بقى تجربوا الوصفة، ويا ريت لو الفيديو كان عجبكم تعملوا لايك للفيديو. لو أول مرة بتشوفوا القناة يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم باقي الوصفات. ولو عندكم اقتراحات بأي وصفات جديدة تحبوا نشوفها مع بعض على القناة، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. وقولوا لي كمان بتتابعوني من أي مكان. وأشوفكم إن شاء الله على خير في وصفات تانية كتيرة، وسلام عليكم.